أنا اسمي سلة. هحكي لكم عن حمادة. حمادة ده كان فلاح شغال في الأرض اللي جنب بيتنا، بس كنت بحبه جدا، وعلى طول هو كان بيوعدني بالجواز، إن هو يعني هيتجوزني وكده. وفعلا بعد فترة لقيته نفذ وعده، وكان جاي علشان يتقدم لأهلي. بس عايزة أقول لكم إن أهلي رفضوه، عشان يعني شغال باليومية وأرزقي، وطبعا الحالة المادية بتاعته وحشة جدا، وما ينفعش إننا نتجوز أصلا. بس بالرغم من كده علاقتنا ما اتقطعتش رغم رفض أهلي. أنا وهو فضلنا متمسكين ببعض أكتر وأكتر، لما لقيته بقى خصوصا إن هو فعلا يعني جه لأهلي وتقدم ليا رسمي. بس لقيت أهلي بقى هم اللي رفضوه، فمعنى كده إن هو إيه، بيحبني وما كانش بيضحك عليا أبدا. وقتها أهلي قالوا ليا إن أنا لسه صغيرة، حب إيه وكلام فاضي إيه وزفت إيه اللي انتي بتتكلمي فيه ده، انتي لسه عندك 18 سنة. فضلنا بقى سنة كمان مع بعض أنا وحمادة، لحد لما كملت 19 سنة. عايزة أقول لكم إن طول الفترة دي كلها كان بيجي ليا عرسان كتير جدا جدا، لكن أنا اللي كنت برفض. لحد بقى لما الناس بدأت تتكلم معايا، وبدأوا يتكلموا على سمعتي، علشان طبعا يعني كان في كلام كده طالع عليا، وإني أنا على علاقة بحمادة، وإني أنا كنت أصلا على علاقة بيه قبل الجواز. في الوقت ده بقى قرر إن هو يسيب شغله في القاهرة ويرجع البلد، يشتغل هنا تاني ويستقر. وطبعا أنا ساعتها في الوقت ده أنا كنت هتهبل، وما كناش برضو عارفين إزاي هنتقابل. فكنت بستنى بقى يرجع من شغله، وأحضر ليه الغداء، وأحط ليه المنوم في الأكل علشان أخلص منه، وبعدها ينام على طول. وحمادة بقى يجي ليا ويقضي معايا طول الليل، لحد لما في يوم حصل اللي ما كنتش عاملة حسابه أبدا. في يوم من الأيام لقيت علي صحي فجأة من النوم، بس كان بقى مدوخ شوية، مدوخ كده حبتين. بس المصيبة الكبيرة بقى إن هو شافنا وإحنا مع بعض، أنا وحمادة. بس بسرعة جدا أنا وحمادة رحنا ضربينه كده على دماغه لحد لما وقع على الأرض. ورحت أنا أخد حتة قماشة ولفتها حوالينه، وفضلنا نضرب فيه. ضربناه أنا وحمادة لحد لما مات. بعد كده لميت كل الذهب والفلوس اللي كان هو جايبهم لي، والمهر يعني والحاجات دي كلها، كان جايب لي ذهب كتير جدا، واديتهم لحمادة. وقلت له امشي انت بسرعة بقى، وحاول ان انت تهرب، اهرب من هنا بسرعة، من غير بقى ما حد يشوفك، ومن غير برضو ما حد يشوفك وانت بتنزل. وانا بقى استنيت للصبح، ورحت متصلة على اخت علي، وقلت لها ان في ناس دخلوا علينا، ناس يعني حرامية، وتهجموا على البيت وضربوا علي، وسرقوا كل الذهب والفلوس اللي كانوا معايا، وكمان اعتدوا عليا انا كمان، وطلعوا يجروا. اخت علي جوزي طبعا لما شافت المنظر ده اترعبت طبعا جدا،